السلام عليكم. بسم الله. جايب لك النهارده سهم ممكن يطلع 500%. ايوه 500%. السهم ده سعره النهارده 30، ممكن يوصل حوالي 170. قبل ما اقول لك اسم السهم واقول لك ايه الاسباب اللي ممكن تخليه يوصل للرقم القياسي ده، عايز اقول لك الاول دي مش توصيه للبيع ولا الشراء، ده تحليل شخصي ليا فقط لا غير. اسمع التحليل، اسمع اسم السهم، دور بنفسك وخد قرارك، ارجع لمدير حسابك للمحلل الفني في الشركه بتاعتك، انت حر. سهمين النهارده في قطاع المواد الغذائيه. السهم النهارده قيمه الشركه حوالي 2.5 مليار. لو بصيت على القوائم الماليه هتستغرب من الكلام اللي بقول لك عليه. ازاي يوصل للرقم ده؟ هقول لك السر. السر في الاسماعيليه. اخطف رجلك وروح اسماعيليه منطقه فايد، ما تروحش تاكل مانجا. روح بص على الشركه. الشركه دي عندها اصول في اسماعيليه، في القناه، في سينا. الاصول دي بتدير لها دخل شهري كبير. يمكن دلوقتي مش كبير قوي عشان يوصل السهم الرقم ده، لكن واضح ان عندها املاك ابتدت المناطق مع التطوير اللي بيحصل في مصر في مناطق متعدده تاخد قيمه تانية خالص. وده ما وراء الارقام، يعني بص الارقام هتقول لا، لكن ما وراء الارقام هتعرف ان في حاجه كبيره بتحصل. السهم ده كان شغال ب 13 جنيه، وصل السنه دي لحوالي 30 جنيه، يعني ارتفع باكتر من 100%، وعمل قمه تاريخيه كبيره، سيوله كبيره جدا بتخش. هتبص تاني مره على الايرادات، يا جماعه مش متناسب مع قيمه السهم، خاصه ان السهم ده بيشتغل في قطاع الدواجن، القطاع ده خطر جدا وفي تذبذب. ودلوقتي هتبص على سعر البيض والفراخ في السوق، هتقول لي يا قطب ده الدنيا خربانه، ازاي الشركه دي تعمل الارباح دي؟ هقول لك ما وراء الارقام. ما وراء الارقام، احنا في البورصه بنشتري المستقبل مش بنشتري الحاضر. شايفين ان املاك الشركه دي هتعمل حاجه كبيره، دور واعمل سيرش بتاعك واختار. الشركه اسمها اسماعيليه للدواجن. سهم الاسماعيليه للدواجن النهارده حوالي 30 جنيه، من سنه كان حوالي 13 جنيه. القفزه دي مع السيوله اللي بتخش مع تحسن الارقام، رغم ان ايرادات السنه دي مش افضل حاجه، لكن انا ببص على حاجه تانية خالص، على الاصول الثابته اللي بتدر دخل ثابت للشركه. الدخل الثابت ده والكاش مخرج الشركه من مشكله الخسائر اللي بتحصل في قطاع الدواجن. هل ممكن المزارع اللي بتملكها الشركه والعنابر زي ما قلنا اللي في اسماعيليه وفي القناه وفي سينا، مش عايز اطول عليك، هتعمل طفره في المستقبل؟ هل الاراضي دي في المستقبل ممكن تخش ضمن المشاريع المعماريه، يعني التطوير العقاري بيحصل؟ هل في مطور عقاري كبير حاطط عينه على حته ارض في الاسماعيليه؟ الله اعلم. دي مجرد استنتاجات مني. اسماعيليه، السويس، القناه، حتت استراتيجيه جدا قريبه من المواني، مش عارفين ايه اللي بكره ممكن يحصل. لكن السهم تحليلي بيقول ان هو ممكن يوصل في خلال سنتين من 30 ل 170، والله اعلم. لو وصلت لحد هنا بص على الروابط تحت عشان تواصل معانا باذن الله. وتاني حاجه، عشان ان شاء الله تكسب دنيا والاخره، وهي دي الاهم، صلى على الحبيب، قلبك يطيب باذن الله هتكسب اكيد. السلام عليكم.